لأنه يوم دخل اليهود القدس قالوا محمد مات وخلف بنات، وكانوا يهتفون بهذا، محمد مات وخلف بنات. ويعني ماذا أقول؟ الأمة الإسلامية يجب أن تعرف ما عليها. ثم هناك أمر الناس، في واحد سألني ليه اللي حرق المسجد الأقصى في أول محاولة لإحراق استراليا؟ قلت له يا أخي نداء العقيدة أسرع من أو أوسع من المسافات بين استراليا وفلسطين. هذا يهودي استرالي يعلم مما علم أنه لابد أن يحرق المسجد الأقصى ليقيم هيكل سليمان، فبنداء العقيدة يفعل ما يفعل. نداء العقيدة عندما يكون يهوديا لا حرج فيه، نداء العقيدة عندما يكون سيخيا لا حرج فيه، بوذيا لا حرج فيه، مسيحيا لا حرج فيه. الحرج كله عندما يكون نداء العقيدة إسلاميا. ما هذا البلاء؟ يسمح لليهودية أن تكون دينا مهاجما، ولا يسمح للإسلام أن يكون دينا مدافعا. ليه؟ هو الانتماء للإسلام معرة؟ هو الانتماء للإسلام يخفض الرؤوس؟ ما الذي جعل ساستنا وقادتنا وناسا كثيرين هنا وهناك يريدون أن يخفوا العنوان الحقيقي للقضية؟ الاستراليين يعرفوا أن قضية فلسطين دينية، والأمريكان يعرفوا أن القضية دينية، والأوروبيين يعلمون أن القضية دينية. الناس كلها تعلم أن قضية فلسطين دينية إلا العرب. العرب هم الذين يريدون أن يقولوا القضية ليست دينية. أما ليه؟ دي زي قضية ناميبيا، زي قضية ما أعرفش اللي في أمريكا دي البلد نيكاراغوا. هذا كفر، هذا كفر. هذه مؤامرة محقورة يجب أن نعرفها وأن نفضحها. الإسلام الآن يراد محوه عالميا. وأحب أقول لكم إن العقيدة دي، عقيدة الصهيونية دي، كان ينتمي إليها تشرشل، ولا تزال تنتمي إليها تاتشر، وينتمي إليها بوش، كما كان ينتمي ريغان وترومان، وهؤلاء كلهم يرون أنه لازم عيسى ينزل هنا بعد اليهود ما يتلموا عشان يحكم العالم. فهم بدافع ديني يريدون أن يقيموا إسرائيل. فإذا كان الهجوم مسلحا بالدين، فما معنى إقصاء الإسلام عن حركة فلسطين وعن دفاع أهل فلسطين وعن القضية التي هي قضية الإسلام والمسلمين قبل أن تكون قضية أهل فلسطين؟ بل المعركة من 3 مليون فلسطيني مع هذا العالم كله. ده 2000 مليون اللي بتاخدهم مصر من أمريكا مكتوبين تحت بند كامب ديفيد، إبقاء كامب ديفيد، يعني إبقاء إسرائيل. فلا بد من الآن كما سمعت لابد من إقامة جبهة شرقية أمام الهجوم الذي تتعرض له أمتنا بتكوين إسرائيل الكبرى. يرضى القتيل وليس يرضى القاتل. قبل أهل فلسطين مرغمين أنهم يتركوا الدور الأرضي ولا الدور الأول والثاني للفلسطينيين ويأخذوا بقية العمارة. لا، ليس لكم فيها شيء، هي لنا وحدنا. والواقع ما أعلمه عن بني إسرائيل أنهم لن يتركوا شبرا من الأرض إلا مدحورين فوقه، وهم جبناء.
ووالله لقد عشت في غزة وتنقلت في المعسكرات بين الرمال والمغازي نصيرات ورفح وخان يونس ودير البلح، وشفت الفلسطينيين وشفت الإخوان المسلمين يقتلوا هناك، وشفت مقابر إخواني الذين يعني سلموا علي ودعوني وأنا في مسجد عزبان في العتبة سنة 48 49، رايحين يقتلوا هناك وماتوا ولسه مقابرهم لا تزال هناك، وهم أحياء عند الله شهداء ماتوا باسم الإسلام. وما لقي اليهود أبدا فرقة من الفرق تصرخ الله أكبر إلا انهزموا أمامها. والله ما تهزم اليهود إلا عقيدتنا يوم نتشبث بها، وما ينتصرون إلا على أشباحنا يوم تكون خالية من روح الإيمان. يجب أن نعلم هذه الحقائق. الإسلام الآن يضرب في كل مكان، حتى قلت أرخص دم على ظهر الأرض هو الدم الإسلامي. أرخص أرض هو الدم الإسلامي. شوفوا الوثنيون يقتلون المسلمين في كشمير، إخواننا المسلمين يقتلون الآن لأنهم يدعون إلى إقامة أمة إسلامية في أندونيسيا، في الفلبين، في يوغوسلافيا، في كوسوفو، في بلغاريا، الآن في أوزبكستان، دولة إسلامية في 70 مليون مسلم. في روسيا سرقوا، أخذهم القيصر الأبيض ثم ورثهم القيصر الأحمر وقاتلوا والله باستماتة، ولكن التاريخ المزور لم يحكي لنا كيف قاتلوا وكيف قاوموا وكيف ضحوا. وقد قلت في أحد كتبي كيف أن ملك سيبيريا فقئت عينه وهو يدافع عن ملكه، ولكن الأمة الإسلامية لا تعرف أنه كان لها في سيبيريا امتداد، ولنا في موسكو مسجد، ولنا 70 مليون مسلم الآن يقال عنهم إنهم أصوليون إرهابيون. ليه؟ لأنهم يريدون أن يعودوا إلى الإسلام. سبحان الله. بقاء في الشيوعية هو الاعتدال والعقل، ما هذا؟ لكن العيب ليس عيبهم، العيب عيب العرب الذين يعيشون في عواصمهم، يأكلون ويشربون ويمرحون ويفرحون ولا يستعدون ليوم لا بد منه يعد له اليهود من الآن، ونحن ما نعد شيئا. نحن ما نعد شيئا. ايه الحجارة؟ طبعا جهد المقل، وهيعمل ايه؟ جهد المقل. لكن نصرة هؤلاء ما تكون بكلمات، لا بد أن تتحرك الشعوب العربية. إذا كان قديما كان يقال لا صوت يعلو صوت المعركة، فأنا أقول الآن يجب ألا يعلو صوت فوق صوت المعركة التي بدأها شامير الآن عندما أعلن وكشف المفضوح من أحقاده ومن نياته ومن مزله في هذه الدنيا، عندما قال إسرائيل الكبرى. إسرائيل الكبرى معروفة، مرسومة خريطتها على الكنيسة، مكتوبة في العهد القديم، مكتوبة، لكن المسلمين لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يعقلون. ماذا نصنع؟ يجب أن نعرف إن أمتنا تشتغل بتوافه كثيرة، توافه كثيرة، وتريد تفريغ طاقات الشباب وحماسهم في ميادين أشبه بميادين اللهو واللعب. نحن محتاجون إلى أن نقول لليهود، ولا نريد أن نقول شيئا، لتتكون في الحال الجبهة، يجتمع المجلس الجامعة ويقول
إن مستقبل العروبة في خطر. العرب دماغ الإسلام وقلبه، وإذا انكسر الدماغ ووقف القلب ضاع الإسلام كله. إذن يجب على العرب أن يستعدوا لمواجهة مؤامرة على قتلهم، الأمر موجود الآن. وتحرك الرجل يقول لا سلام، لا سلام. ومعنى لا سلام ومعنى إسرائيل الكبرى إن الحرب ستنتقل غدا أو بعد غد إلى الفرات وإلى النيل. فحتى متى نبقى ذاهلين صامتين؟ يجب أن نتحرك، وحركتنا هنا حركة يجب أن تكون واعية، بمعنى أن الحرب الآن ليست حرب حجارة، هي حرب ساخنة وباردة، هي حرب دبلوماسية وحرب مدافع ودبابات وطائرات، هي حرب اقتصادية وحرب اجتماعية. لنستعد من الآن، وكل تأخير ليوم التعبئة فهو تقريب ليوم ينتصر فيه البغي ويشمخ فيه العدوان ويرقص فرحا على رفاتنا. يا إخوتنا، اليوم رهيب، المستقبل خطير. أنا النذير العريان، أنتم لم تقرأوا ما كتب عند القوم. أنا والله ألفت هذا في كتيب لي، ولكن المسألة إن الأمور لا تكتب فقط ولا يخطب بها فقط، إنما لا بد من تحريك وتحشيد للجماهير حتى تعلم ما يبيت لها بكل كبرياء واستفزاز. يرفض هؤلاء السلام، طبيعي لابد أن يرفضوا السلام، لأن منطق اليهودية منذ بدأت تحارب ربنا إلى يوم الناس هذا منطق شعب غليظ الرقبة كما وصفه عيسى بن مريم، شعب حقود دنيء، ولا يمكن أن يخاطب إلا بعصا تقرع جلده وتعيد إليه رشده. أما أن أمتنا تحاول أن تتحرك معه، لا. وقد عشنا معه أحيانا المسالمين، فماذا فعلنا؟ أرسل لنا بذور الطماطم والقطن، فضاع محصول القطن والطماطم، وظهر أن البذور مسممة، وأن المؤامرة لإفساد التربة الأرضية، تربة الوادي، واضحة. يهلكون الحرث والنسل، هم من وراء مشكلة المخدرات في بلادنا وضياع الشباب، هم من وراء كل بلاء يصيب العالم الإسلامي. كان هتلر يصف اليهود بأنهم كالطفيليات في الأجسام، تدخل الجسم لتمنع نماءه وتسرق غذاءه، وهم الآن يفعلون هذا بأمتنا، يمنعون نماءها ويسرقون غذاءها ويجعلونها أمة متسولة. ومتى كانت أمتنا التي كانت تفيض بالسمن والعسل، متى كانت متسولة؟ إنهم فعلوا هذا بنا لأننا نسينا ربنا. يجب أن نعرف ما نكاد به وما سطره القوم في كتبهم وحددوه لأنفسهم. هتلر عمل كفاحي وعاش داخله، دول عملوا كتابهم وعاشوا داخله. والله إذا لم نقرأ ونعرف ما يراد بنا فإنه خلاص لا لوم على أحد إذا أصابنا. يا إخوتي، ننتبه الآن قبل أن يفوت الأوان.